الكبسولة دي من أقرب الكبسولات لقلبي، وأقدر أقول عليها إن كل اللي فات حمادة، والحلقة دي بالذات حمادة تاني خالص، ما كانتش أهم الحمادات كلها. كل اللي فات حمادة وكل اللي جاي حمادة تاني خالص. عن تجربة شخصية هحكي لكم عن حجر الأساس والسبب الرئيسي والأساسي في نجاحي في رحلتي ومشواري المهني والمناصب اللي احتلتها على مدار 20 سنة بعد ربنا. وهي دي الحقيقة أهم زتونة في حياتي، ومن غيرها ولا حاجة تسوى، وكلها سراب أو بيت عنكبوت بيطير من نفخ. الزتونة دي هي زتونة الأخلاق. حطها حلقة في ودنك: لا عمل ولا علم بدون أخلاق. هقولك على كم مبدأ رئيسي اتحفروا جوايا من الصغر، وتانيين اتعلمتهم من القادة والقدوات الحسنة، من الشخصيات العامة واللي اشتغلت معاهم وكبرت مهنيا على ايديهم وأثروا فيا شخصيا ومهنيا، واخترت انهم يكونوا جزء لا يتجزأ من حياتي وتعاملاتي. واحد، كنت دايما ببص لاسمي ولنفسي على اني براند ماشي على الارض. ما هو ما ينفعش يكون باب النجار مخلع، فكنت بقول لنفسي اي حاجة هتطلع شايلة اسمي ما ينفعش يكون فيها عيب او مش مظبوطة او مغلوطة، ولازم تكون في احسن صورة وتكون متقنة، ولازم مدام انا كنت مسؤولة عنها هديها 100% بتوعي واكون راضية عنها تمام الرضا. 2، كنت دايما ولا زلت بقول واحب ان كلمتي تكون عهد، واني اوفي بوعدي تحت اي ظرف. عشان كده بحاسب قوي على الكلام اللي بيطلع مني، لاني مدام وعدت لازم اوفي. وكنت باكد على كل اللي بتعامل معاهم ان لو حصل وما وفتش يبقى انا اكيد مت. والحمد لله ربنا كان دايما بيكرمني وبيساعدني ان اوفي بوعدي، ولغايه اللحظه دي عمري ما خلفت. 3، لا اخشى في الحق لومة لائم. حقيقي ما بعملش حساب لحد في الحته دي، ممكن ده بيخلق عداوات او بيتسبب في احراج، بس انا في الحق ما بحسبهاش، وربنا كان دايما بيقف جنبي وبيحميني وبينصرني ولو بعد حين. 4، جدي وتوأم روحي رحمة الله عليه هو اللي مربيني، كان دايما بيقول لي أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، وامشي عدل يحتار عدوك فيك. الصدق منجي يا جماعة، وعن تجربة حقيقية هو سر النجاح في كل أمور الحياة. ولما تقول أيوة يبقى هي الأيوة، ولما تقول لأ يبقى هي اللأ. 5، أول مدير ليا في أول شغل في حياتي كان دايما بيقول لي ممكن حد يجي أحسن مني وممكن حد يجي أقل مني، لكن أبدا مفيش زيي. يعني لازم يكون لك بصمتك الخاصة اللي هي حق أصيل جواك. 6، كن لينا، كن طيبا، كن شجاعا، من فيلم سندريلا 2015. 7، من أول CMO اشتغلت معاه اتعلمت لا تظن ولا تفترض ولا تحكم، اهتم بالتفاصيل واتقنها. 8، من أجمل وأعز القادة اللي اشتغلت تحت قيادتهم اتعلمت خليك دايما جاهز، خليك دايما مستعد لكل حاجة وأي حاجة، وده تمام التسليم. كن دائما في قمة مستواك، وكن متمكن من جميع أدوارك، اعمل الصح دايما وما يهمكش. في الحياة ستظل طالب للعلم للأبد، لذا احرص على التعلم دائما حتى لا تخاطر بفقدان قيمتك وتصبح عديم الفائدة أو ملكش لازمة. وأخيرا، من الجميل يورجن كلوب مدرب ليفربول الشهير اللي بيلعب فيه مو صلاح، بيقول مش مهم أبدا انطباع الناس عني لما أدخل مكان جديد لأول مرة، ولكن المهم الأثر الذي أتركه عندما أغادر المكان وأمضي في طريقي. هنا فقط يكون الحكم، وأنا بقول لكم الحكم كله لله.